السلام عليكم متابعات ومتابعي قناة الشقاع. أهلا وسهلا بكم جميعا في حلقة جديدة من حلقات قصص وقضايا متعلقة بجرائم ووقائع مختلفة. كنتمنى يكون كل شيء بخير وعلى خير وفي صحة جيدة وفي أفضل الأحوال. القضية ديال اليوم هي واحدة من قضايا الدرك الملكي. هذه القضية متابعي الكرام دارت الأحداث ديالها بخميس زمامرة. هاد المدينة تابعة لمدينة الجديدة بالضبط. في 2005 في واحد الصباح توصلوا رجال الدرك الملكي بواحد الإخبارية مفادها أنه تم العثور على جثة واحد الشابة كيبلغ العمر ديالها حوالي 22 سنة مقتولة داخل واحد الضيعة فلاحية، واللي بلغ بهاد الإخبارية هو صاحب هذيك الضيعة وطلب منهم يلتحقوا به لعين المكان. فعلا التحقوا رجال الدرك، قال لهم أنا كنسكن داخل المدينة ولكن هذه الضيعة عندي فيها فلاحة متنوعة، وعندي واحد الشخص هو اللي كيقابل لي هذه الضيعة كاملة، وأنا لما جيت وحليت الباب ديال الضيعة حيت كنجي عنده جوج المرات في النهار، كنجي في الصباح وكنجي في العشية. قال لهم جيت وفتحت الباب وبديت كنعيط على داك السيد اللي مكلفو واللي غنسميوه العبدي، وبديت كنعيط ليه العبدي العبدي العبدي، ولكن ما كاينش اللي جاوبني. حليت الباب ديال المسكن ديالو كنتفاجئ لقيت هاد الجثه هادي ديال هاد الشابه، واللي كيف ما كتشوفوا العمر ديالها يكون واحد 20 حتى ل 22 سنه. لقاها في واحد الوضعيه اللي هي كارثيه، مذبوحه من الوريد الى الوريد، لابسه واحد البيجامه. دخلوا رجال الدرك كيشوفوا كيعاينوا، دخلوا كيقلبوا في ذاك البيت في ذاك المسكن الصغير، لكن ما عرفوش الهويه ديال هاد الشابه هادي شكون هي، شنو الاسم ديالها. صاحب الضيعه قال لهم ودي هاد السيد هذا اللي مقابل لي هاد الضيعه هادي من اسفي، وراني جبتوه من الموقف، ولكن ملي شفت الشخصيه ديالو وبان لي واحد الانسان محترم وبين فيه المعقول احتفظت به وخليته معايا هنا في هذه الفيرما هذه. قال لي واحد من رجال الدرك واش عندك ما يثبت الهويه ديالو؟ قال لهم عندي ولكن ماشي هنا، عندي في المسكن ديالي اللي في المدينه. قالوا ليه خاصك تجيب لنا البطاقه ديال تحديد الهويه ديالو. مشى يجيب لهم الهويه ديال هذا العبدي هذا. واحد من رجال الدرك انتبه لواحد النقطه مهمه جدا، المكان اللي ترتكبت فيه الجريمه ماشي هو المكان اللي كتوجد فيه الضحيه. لو كانت الجريمه ارتكبت في نفس المكان كانت غتكون واحد الفوضى وغيكون واحد الاثار ديال دماء كثيره، لكن ما اثار الانتباه في هذه الحاله هذه هو ان الضحيه كتبان بانها توضعت في داخل هذاك الشقه، وهذه كانت فرضيه فقط. جاب لهم داك السيد التعريف ديال هاد العبدي، تبين لهم بان كيسكن في واحد الحي في مدينه اسفي وكيبلغ العمر ديالو حوالي 54 سنه، ولكن هاد العبدي ما كاينش. اذا غادي يكون هو المتهم رقم واحد، هذا ارتكب الجريمه وهرب غادر المكان. كانت هذه الفكره ديال حتى صاحب الضيعه، قال لهم هاد السيد هذا انا كنت كنثيق فيه، ولكن هاد الفعله اللي دار راه فاجئني بها، وراه ما كاينش شي واحد اللي غيرتكب هاد الفعله من غيره هو، والدليل هو انه هو غير موجود. بطبيعة الحال حضروا رجال التشخيص القضائي وبداوا في الأبحاث ديالهم في معاينة الواقعة. كيف ما قلنا الاستنتاج الأول هو هاد البنت اللي كتبان عليها بأنها ماشي من بنات الليل، الملابس ديالها والهيئة ديالها كتبين أو كتوحي باللي هي كتنتمي لواحد الأسرة اللي هي ميسورة. ثاني شيء الفارق السن اللي كاين بينها وبين العبدي 54 سنة. إذا شنو هي العلاقة اللي جمعت ما بين هذا الشخص هذا وهذه الضحية هذه؟ مجموعة من الأسئلة اللي غادي تبدأ تطرح، لكن الاختفاء ديالو عن الأنظار غادي يخلي جميع التهم وجميع الفرضيات غادي تكون ضده ماشي في صالح ديالو. فين هو هذا العبدي؟ كيفاش وقع حتى قتل هذه البنت هذه؟ وشنو هي العلاقة اللي كتربطها به؟ وهاد البنت انطلاقا من المظهر ديالها كيف ما قلنا اشنو وقع حتى تلاقات مع السيد هذا؟ مستبعد جدا، شابة في مقتبل العمر أنها تدخل في علاقة غير شرعية مع شخص بمثابة الأب ديالها. الناس ديال التشخيص القضائي جمعوا مجموعة من المحجوزات ومن الآثار، وأهمها كانت واحد قطرات دم كانت موجودة بعيدة شوية على الجثة، تم الأخذ ديال عينات منها من أجل الفحص فيما بعد. دابا غادي ندوزو للهوية ديال هاد الضحية. شكون هي هاد البنت هذه؟ منين جات؟ واش هي بنت الخميس ديال الزمامرة ولا هي بنت شي مكان بعيد؟ مشاو بعض عناصر الدرك الملكي الأسفي بناء على العنوان الموجود في البطاقة. بعد مرور واحد 3 ساعات غتجي عندهم واحد السيدة ومعها واحد البنت ديالها كيبحثوا على واحد البنت مختفية. قالت لهم هذيك السيدة
انا راني مدرسه في مدينه الجديده وكنسكن في المدينه نفسها، وراه واحد بنتي خرجت من الدار البارح ولكن ما رجعتش. داكشي علاش مشيت درت بحث لفائده العائله عند الشرطه، وخرجت هاد المدن المجاوره كندير التصريح عند رجال الدرك وعند رجال الشرطه. قالوا ليها هاد البنت ديالك اشنو سميتها؟ قلت لهم سميتها كوثر. وامتى خرجت من الدار؟ قلت لهم خرجت من الدار البارح، انا كنت في الخدمه وكانت هي واختها، هذه راه اختها، كانوا في الدار بجوج. ولكن لما رجعت انا من الخدمه في العشيه كنت فاجئ باللي هاد البنت ما كايناش في الدار. اختها هي اللي قالت لي ماما راه اختي خرجت وراه هي ما رجعتش. قالوا لي رجال الدرك الملكي شنو هو السبب اللي خلاها تخرج وفين خرجت؟ وكان الجواب عند اختها الصغيره. قالت لهم راه جا عندها واحد الصديق ديالها كيقرا معاها وراه هبطت لعندو لابسه غير البيجامه، هضرات معاه شويه، واحد شويه هو مشى وهي راه ما رجعتش. سولوها على الاب ديالها، قالت لهم هو كيعيش خارج التراب الوطني وانا كنعيش انا وياهم في هذه المدينه هذه ديال الجديده. عطاتهم الصوره ديالها، شافوها رجال الدرك الملكي هي تماما. لكن كيف ما كتعرفوا ما يمكنش يخبروها بسرعه يقولوا لها راه بنتك هي هذه وراه كاينها مقتوله، لان كاين الجانب النفسي وكاين واحد المجموعه ديال الامور اللي خاص ضروري مراعاتها. قالوا لها المهم لقينا واحد البنت اليوم ما عرفناش واش هي هذه ولا ماشي هذيك، يمكن لك تمشي معنا نحاولوا نعرفوك عليها وتشوفي واش هي ولا ماشي هي. مشى معها واحد من العناصر ديال الدرك الملكي كيحاول يهيئها للصدمه، ما غاديش يقول لها بنتك لقيناها مقتوله وكذا، وانما كيهيئها طريقته الخاصه غير باش لما توصل تشوف بنتها تكون على الاقل تهيئات نفسيا، رغم ان الصدمه راه غتكون ولكن ماشي بحال تكون الصدمه بهذه القوه. دخلت الام ديالها لامورغ وتعرفت على بنتها. دابا تحدات الهويه ديال البنت، كيطرحوا مجموعه من الاسئله. اشنو كدير هاد البنت هادي في هاد المدينه اللي ما كتسكنش فيها واللي ما عندها حتى شي علاقه لا بها هي ولا بالاسره ديالها؟ اختها قالت لهم كيف ما قلنا في الاول راه جا عندها واحد الصديق ديالها وهبطات لعنده وعطاها شي حاجه شداتها في يدها شي كتوبه ومشى. قالوا لهم رجال الدرك واش نتوما سولتوا هذاك الصديق ديالها شنو دار معها وشنو وقع من بعد ما تلاقاها؟ قالوا لهم فعلا سولناه وقال لنا انا مشيت لعندها وعطيت ليها شي كتوبه وشي دروس كانوا خاصين نعطيهم ليها وعطيتهم ليها فعلا ومشيت في حالتي وهي مشات في حالها. صافي هادشي اللي كاين، هادشي اللي كاين. هنا بغاو رجال الدرك يتعرفوا هما بنفسهم على هذا الشاب هذا، وفعلا مشاو بعض العناصر وحضروه للمركز ديال الدرك الملكي وطرحوا عليه مجموعه من الاسئله. قال لهم ودي انا عمري ما جيت لهذه المدينه اصلا، انا كنعيش في الجديده وما عمري جيت لهذا الخميس الزمامره واخا هي قريبه لينا. ثانيا بحكم التجربه ديال رجال التشخيص القضائي حتى رجال الدرك تم الاتفاق على ان هذيك المكان الذي وجدت فيه الضحيه ماشي هو مسرح الجريمه. ايوا وهذاك السيد العبدي ما بانش الاثر ديالو. فين هو هذا السيد هذا؟ قلنا مشاو بعض العناصر لمدينه اسفي، فعلا توصلوا للمنزل ديالو، تعرفوا على العائله ديال دارهم لانه هو مازال ما مزوجش واخا عنده 54 سنه هو مازال اعزب، والسمعه ديالو في الاوساط يعني كل شيء كيتفق على انه رجل طيب وانسان خلوق. قالوا لهم ودي راه حنا اللي كنعرفوا عليه هو كان خدام في الدار البيضاء واخر مره كنا شفناه فيها قال لنا ولا خدام في النواحي ديال مدينه الجديده. هادشي اللي كاين. لما سولوا العائله ديالو كذلك الاخوه ديالو والناس اللي قراب ليه نفس الكلام، قالوا لهم راه اكثر من 4 شهور ما شفناه ودابا راه تحول الخميس الزمامره بالضبط وهذه اخر المعلومات اللي عندنا عليه واللي حد الان هذه 4 شهور ما عاودنا شفناه. اذا السيد مختفي، فين هو الله اعلم. اذا جريمه غامضه. كيفاش غادي نحلوا الخيوط ديالها؟ الولد اللي جا عندها للدار كيقول باللي عطاها كتوبه ومشى في حالته. كانوا سولوه رجال الدرك واش عندك سياره؟ قال لهم ما عنديش. السيد اللي لقاوها في المكان في المنزل ديالو مازال مختفي. هذاك الشاب سولوه رجال الدرك غير باش يتاكدوا ربما يكون اختطفها، لان البنت خرجت من دارهم ولابسه البيجامه وما رجعتش للدار، ما غتكون الا عمليه اختطاف. مشكله. واش هاد البنت تم الاختطاف ديالها من مدينه جديده وجابها هذا المختطف جابها الخميس الزمامره؟ واش هي جات معاه بناء على علاقه عندها معاه لما جات الخميس الزمامره قام بالقتل ديالها؟ وكيف ما هو معلوم مسرح الجريمه ماشي هو المكان اللي تلقات فيه هاد الضحيه. مجموعه من الاسئله وما عندهاش الجواب. الاخت ديالها كتقول لرجال الدرك باللي الولد الوحيد اللي كتعرفه هي هو هذاك الشاب اللي جاب ليها الكتوبه، وكيشهدوا كاملين باللي العلاقه ديالهم مع هذاك الولد
بحال الاخ ديالهم. اذا هذا الولد هذا وهاد المعطيات اللي كاينين كيبعدوه على التهمه اللي يمكن تلتصق به. اذا دائما غيبقى هذاك العبدي هو المتهم الاول مادام مازال ما ظهر حتى شي اثر اخر ولا شي مؤشر اللي غادي يخلينا نرفعوا التهمه على العبدي. غادي تصدر مذكره بحث وطنيه في حق هذا العبدي، مذكره بحث وطنيه في جميع يعني انحاء المملكه. مادام السيد ما كاينش اذا هو المتهم الرئيسي وهو المبحوث عنه رقم واحد. بقى لينا دابا الطب الشرعي اشنو كيقول وشنو هي النتائج اللي وصل لها من خلال البحث ديالهم من خلال التشريح. قال لهم الطبيب الشرعي هذيك البنت قبل ما تقتل تعرضت لاعتداء وحشي. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أن هذيك القطرات ديال الدم اللي لقاوها بجنب الجثة ديالها ماشي ديال هذيك البنت الضحية. واش هذا المعتدي فكر يتخلص منها بعد ما اعتدى عليها باش ما يتكتشفش الأمر ديالو؟ وإذا كان هذا الشخص فكر بهذه الطريقة إذا هو شخص مهم، ماشي بالضرورة يكون هو العبدي. بالنظر للسين ديال العبدي وبالنظر للسين ديال هذه الضحية هذه والأسرة اللي كتنتمي ليها مستبعد تكون في علاقة مع شخص قد باها. إذن شكون القاتل؟ الله أعلم. مول الفيرما كيحاول يقنع رجال الدرك باللي الشخص الوحيد اللي يمكن يقوم بهذه الجريمة الشنعاء هو العبدي. قال لهم لأن هذا المكان هذا اللي توجدت فيه هذه الضحية ما كيجي ليه حتى شي واحد وما يمكنش شي واحد آخر من غيره اللي يقدر يقوم بهذا الفعل هذا. بداو كيعمقوا رجال الدرك في البحث ديالهم مع صاحب الضيعة، كيحاولوا يسألوه هنا وهناك لعل وعسى يلقاو شي راس خيط. قالوا ليه واش عندك شي ولاد؟ قال لهم عندي جوج ديال الاولاد، عندي واحد في العمر ديالو 27 سنه هو ما كملش الدراسه ديالو وخديته معايا في الفلاحه، وعندي الابن الثاني اصغر منه عنده 24 سنه هذاك مازال كيقرا في الجامعه. مزيان. فين كيقرا هذا الولد في الجامعه؟ كيقرا في مدينه الجديده. مزيان. الولد كيقرا في الجامعه في الجديده والبنت المقتوله طالبه جامعيه في الجديده. اذا كاين شي حاجه غتربط هاد الجوج، وهنا طلبوا من صاحب الضيعه يحضر لهم الابناء ديالو بجوج. فعلا جاوا وجلسوا معاهم رجال الدرك واحد بواحد، سولوا الولد الكبير كيف ما قلنا ووضح لهم باللي هو تخلى على الدراسه في سن مبكره والتجأ للفلاحه مع الاب ديالو، هو اللي كيقوم بالاشغال ديال الاب كاملين تقريبا. مروا الابن الاصغر قالوا ليه انت شنو كدير؟ قال لهم انا طالب جامعي كنقرا في الجديده، ولكن دابا تقريبا واحد الاسبوعين هذه ما مشيتش للجديده. قالوا لي علاش؟ قال لهم لاننا حنا دابا كنستعدوا للامتحانات، داكشي علاش ما كنمشيش نهائيا. قال لهم 15 اليوم ما مشيتش. سولوه على هذيك البنت وراو ليه الصوره ديالها وقالوا ليه واش كتعرف هذه البنت هذه؟ قال لهم ابدا هذه البنت انا عمري ما شفتها، ما عندي معها حتى شي علاقه وما كنعرفهاش. غريبه هذه القضيه هذه، حتى واحد ما كيعرفها. رجال الدرك في اطار توسيع دائره البحث فكروا انهم يبحثوا في المحيط ديالها، يشوفوا صحاباتها، يشوفوا المعارف ديالها، ربما يلقاو شي حاجه اللي تفيد. وسولوا الام ديالها والاخت ديالها وفعلا غادي يعرفوهم بواحد 4 ديال الصديقات ديالها اللي كيقراو معاها في الجامعه. قالوا لهم باللي هاد صديقتنا الله يرحمها بعد ما يعني وصل الخبر لهم خبر الوفاه ديالها، قالوا لهم ودي راه حنا كنعرفوا هاد الصديقه ديالنا كانت في علاقه مع واحد الشاب كان كيجي عندها مره وكنا كنشوفوه كيجي بالسياره ديالو، ولكن هو كان كيجي من مدينه بعيده. قالوا لهم شكون المدينه هذه؟ قالوا لهم ودي كان كيجي عندها من مدينه سلا. في نفس الوقت خبروا رجال الدرك باللي صديقتهم ما يمكنش ليها تمشي تلاقى مع الصديق ديالها في هذه المرحله بالضبط، لان كاين امتحانات على الابواب وحنا كنا يعني مركزين على التحضير وعلى الاستعدادات. ولكن رجال الدرك ثار انتباههم الامر ديال كيفاش واحد غادي يجي من سلا حتى لمدينه الجديده باش يقرا في واحد الشعبه اللي هي شعبه عاديه. تبين لهم باللي هو كان علمي وهاد البنات كانوا ادبيات. واحد الدركي قال لهذوك البنات واش الا شفتوا نتوما هذا الولد هذا تعرفوه؟ قالوا ليه بطبيعه الحال نعرفوه، حنا كنشوفوها معاه فين ما كيجي عندها كنشوفوها معاه وكنشوفوه بالسياره ديالو. قالوا لهم والاسم ديالو؟ وحده قالت لهم الاسم ديالو فلان. هذا الاسم هذا هو الاسم ديال واحد من الابناء ديال صاحب الضيعه، وبالضبط هذاك الولد الصغير اللي كيقرا في الجديده. جابوه هذوك البنات وجابوا حتى هذاك الولد شافوه، قالوا لهم هو هذا. واش متاكدين؟ رجال الدرك كيسولوهم واش متاكدين؟ قالوا لهم متاكدين، هو هذا بالضبط فلان اللي كيجي عندها، هذا هو الخليل ديالها
واللي كيجيب واحد السياره سوداء، سياره كحله كيجي بها دائما، راه ما يمكنش نخطئوا فيه. حنا صاحبتنا كانت كتقول لنا عليه باللي هذا الولد هذا راه منسله، حنا عمرنا ما هضرنا معاه وهو عمره ما هضر معنا، ولكن حنا كنعرفوه مزيان. المفارقه العجيبه هنا هي ان هذا الشاب هذا نكر تماما، قال لهم انا ما كنعرفش هاد البنات، وتا هاد البنت راني عمري ما شفتها. قالوا لي كيفاش انت كتقول لنا ما كتعرفش هاد البنت هذه، وهاد البنات ها شنو قالوا عليك وشنو قالوا عليك وكيفاش دابا؟ قال لهم انا ما كنعرفش هاد البنت وما كنعرفهمش حتى هما، انا كنقرا في كليه العلوم وهما راه انا ما عرفتش التوجه ديالهم شنو هو، ما عمري تلاقيت معاهم نهائيا. قالوا لي هما كيفاش انت ما كتعرفناش، حنا كنا كنشوفوك معاها وبلي مره كنتي كتجلس معاها في المكان الفلاني، يعني هاد البنات بربعه بهم وكل وحده كتعطيه واحد الشهاده والاخرى كتثبتها وكتعززها، ما بقى عنده فين يهرب. وفعلا مساله الطوموبيل غادي يثبتها الاخ ديالو، غايقول لهم فعلا انا عندي هذيك السياره اللي قالوا البنات يعني بالاسم ديالها بالمواصفات ديالها، وقال لهم كنت كنعطيها للاخ ديالي لما كيطلبها ليا وكيقضي بها الاغراض ديالو وكيرجع. هذه عاوتاني نقطه ضد هذا الشاب هذا. هنا صاحبنا اصبح محاصر بمجموعه من القرائن، مجموعه من الشواهد والادله، ما بقى ليه الا يعترف. الاخ ديالو ما نكرش باللي كيعطيه السياره، وقال لهم كتبقى عنده بعض المرات يومين حتى الاسبوع. الكليه اللي كيقراو فيها كاملين نفس المدينه، اش نقولوا دابا؟ واش هذا السيد هذا استغل السياره ديال الاخ ديالو وجابها الصديقه بطريقه او باخرى، جابها حتى للخميس الزمامره وقتلها؟ حتى في التشخيص القضائي ما كاينش ما يثبت بان هو المعتدي عليها، ما خلاش الاثار. اذا كيفاش حصل في هذه القضيه هذه؟ اما العبدي نظرا لانه اختفى وما ظهرش نهائيا، او هذا الشاب هذا بناء على هذه الشواهد اللي هي كلها ضده. الاخ ديالو سولوه رجال الدرك، قالوا له امتى عطيتيه السياره اخر مره؟ قال لهم السياره عطيتها ليه غير في هاد اليومين، وبلي مره راه مازال عنده لدابا، مازال ما رجعهاش ليا حيت الوالد عيان وانا اللي كنقابل الفيرما، هو خدا السياره وانا بقيت هنايا يعني ما محتاجش للطوموبيل. حاولوا رجال الدرك انهم يرجعوا المختبر ويشوفوا قطرات الدم اللي كانت بجانب الضحيه واش كترجع لهذا الشاب هذا، لان اذا تبتات بانها ديالو يعني صافي غادي يكون هو القاتل. لكن لما رجعوا البحث لقاو بان ماشي الدم ديالو، لانه هو اصلا ما كاين فيه حتى شي اثار ديال الجروح، وهذيك التحليل ما كينطابقش مع الدم ديال هذا الولد هذا. مشكله محيره لحد الان. غادي يمشيو للمنزل ديالهم، غادي يسولوا الام ديالو، قالوا لها فين كان ولدك في اليوم الفلاني، ديك الليله فين كان؟ قالت لهم هذيك الليله جا معطل، حتى ملي جا ما كانش مستقر، كان داخل خارج. ولما سولته قلت ليه مالك؟ قال لي غير كنت مع صحابي وراني شويه دارني راسي ملي سولوه هو فين كنتي انت في هذيك الليله، قال لهم انا ما خرجتش من الدار، كنت ناعس كنت عيان، ما خرجتش من الدار ذاك النهار. ما خرجتيش تماما؟ قال لهم ما خرجتش تماما. اذا هنا بدا التناقض كيبان عليه في الكلام ديالو. الولد اضطر يعترف وقال لهم انا غادي نعاود لكم التفاصيل كامله كيفاش وقعت هذه الاحداث كلها وبالضبط، وحول تفاصيل ارتكابه لهذه الجريمه هذه. وقبل ما نبداو في هذه التفاصيل غادي نرجعوا ونذكروا السؤال اللي طرحناه، فين هو العبدي؟ هذاك الرجل اللي اختفى فين هو لحد الان؟ ما حاضرش معنا في هذه الاحداث كامله. قال لهم هذاك الولد القصه ديالي باديه مع هذه البنت في الجامعه، انا كنعرفها في الجامعه، فعلا عندي معها علاقه، وانا اللي جبتها معايا من جديده لهنايا. مشيت لعندها حتى تما بالسياره ديال الاخ ديالي فعلا، ولقيتها واقفه في الباب ديال العماره ديالهم، وكانت راجعه داخله للدار في يديها شي كتوبه، وحاولت نهضر معها واستدرجتها وهي كتيق فيا. خديتها معايا في السياره، قلت لها غنمشيو للفيرما، نمشي معايا لواحد المكان وغادي نرجعك بالزربه. وهي مشات معايا، تاقت فيا ومشات معايا وجبتها معايا لهاد الفيرما هذه. قال لي واحد الدركي واش انت اللي قلتي لها كتسكن في سلا؟ قال لهم يا سيدي انا اللي قلت لها كانت تكون في سلا، انا هو اللي كذبت عليها وكانت مصدقاني. ولكن لما جبتها معايا بقيت كنحاول نتلف معها في الهضره، وقلت لها غير حتى العشيه ونرجعك وانا غادي نرجع دابا للمدينه وكذا وكذا. قال لهم وديتها لواحد السكن عندنا داخل الفيرما، سكن اخر هو غير خاوي ما كنسكنوش فيه. هذيك الفيرما كامله فيها واحد الدار خاويه، وفيها السكن ديال العبدي، وفيها الامور الفلاحيه الاخرى. وانا ديتها لهذيك الدار اللي خاويه، وتما ملي بقات كتصر على انها ترجع في حالها حاولت نعتدي عليها وهي رفضات وبدات كتغوت، ودخلت معها انا في نقاش
واعتديت عليها بالعنف وقتلتها. قلت غادي تمشي وغادي غادي تفضحني، تقولها للوالد وغادي نتفضح، اللهم غادي نقتلها. واللحظه اللي كنت كنقتلها جا العبدي وبدا كيغوت عليا من البرا، وقلت لي راه ما كاين حتى شي حاجه، غير سير بحالك. ولكن هي كانت في ديك اللحظه مازال ما تقتلاتش بشكل نهائي، وسمع الصرخه ديالها. وهنا قال لي غادي نقولها للوالد. حليت الباب وخرجت لعنده، دخلته حتى هو عندي لداخل، تحايلت عليه وحتى هو قتلته. حتى هو قتلتيه؟ حتى هو قتلته. قال لهم راه كاين ورا الفيلا، حتى هو راه قتلته، وراه درت ليه القبر ديالو تما ودفنته. فعلا مشاو ولقاو با العبدي مقتول تما ومدفون في ديك الحفره اللي قال لهم. ايوا واش درتي مع الضحيه الاولى؟ قال لهم رجعت ليها وجمعت الاثار ديال الدم وهزيتها وديتها للمسكن ديال العبدي، غير باش لصقت التهمه ليه، لان غادي تكون هو ملي غادي يكون مختفي غادي تكون التهمه لصيقه به، ما كاينش اللي غادي يشك في هذه المساله هذه. كانت هذه التصريحات والاقوال اللي كيتضمنها المحضر ديال الضابطه القضائيه، وتقدم امام المحكمه. ولكن للاسف في الملف ديال هذه القصه غير مدرج الحكم اللي غادي تحكم عليه المحكمه. ولكن في غالب الاحيان في المغرب الحكم كيكون اما اعدام او مؤبد، ولكن كيف ما كتعرفوا الاعدام في المغرب ما كيتنفذش يعني من بدايه التسعينات، وبالتالي بقى الحكم يعني ما واضحش. وهنا غتكون انتهت القصه ديال اليوم، وشكرا لكم، والى حلقه اخرى ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله.